أهلا وسهلا بكل الرحالة اللي بيسمعونا على محطة أتوبيس 6. أنا ياسمين عماد وده برنامج في الأتوبيس السحري. فاكرين سعاد حسني لما قالت بيت صغير فوق جزيرة لوحدنا؟ إيه رأيكم النهاردة نروح لجزيرة الحياة البامبي؟ فاصل صغير ونرجع تاني نكمل رحلتنا. ورجعنا تاني بعد الفاصل وانتوا لسه على محطة أتوبيس 6 وبرنامج في الأتوبيس السحري مع ياسمين عماد. الحكاية كلها بدأت بصورة في 2017 ظهرت على الفيسبوك لبيت مهجور على جزيرة حضناها المية الزرقاء وشجر كتير انعكاسه على المية كأنه بيكرر نفسه، صورة حية لجمال رباني. السادة ركاب أتوبيس 6، أهلا بيكم في جزيرة الشخلوبة في محافظة كفر الشيخ كما لم تراها من قبل. قرية الشخلوبة أو زي ما بيتقال عليها فينيسيا كفر الشيخ موجودة على ساحل البحر المتوسط جنوب بحيرة البرولوس. ملامح القرية هادية جدا، بعيدة عن الزحمة ودوشة الحياة، كأنها خصمة العالم واستقلت بنفسها في دنيا تانية لوحدها. مكان كفيل إنه يغير مودك في دقايق. حكاية القرية دي والجزيرة دي تحديداً صلوا على النبي. زيها زي أي قرية على بحيرة صغيرة بسيطة جداً، أهلها ما يعرفوش يعملوا حاجة غير إن هم يصطادوا سمك وبس. راس مالهم مختصرينه في قارب خشب وشبك. الستات هناك بتساعد رجالتها وبيشتغلوا في الغزل، علشان كده صعب إنك تلاقي حد في القرية دي عاطل. الشخلوبة بقى اسم جاي من نوع السمك اللي متجمع في المية حوالين القرية دي. هي قرية واحدة بس مقسومة على برين والمية ماشية في النص. بالمراكب الخشب تقدر تتحرك من البر ده للبر التاني، علشان كده سموها فينيسيا كفر الشيخ. ايه حكاية الجزيرة بقى اللي فيها بيت واحد؟ تعالوا احكي لكم. الناس كانوا عاملين الجزيرة حلقة سمك، بيبيعوا ويشتروا مزادات رايحة ومزادات جاية، بورصة سمك زي ما بيقولوا عليها. وبعدين مشيوا منها وبقت الجزيرة مهجورة. ما كانوش فاهمين إن حلقة السمك دي هتتحول لمزار سياحي الناس بتجيله من كل مكان في العالم. ركاب أتوبيس 6 استعدوا الجولة بقارب صغير حوالين بيوت القرية في بحيرة البرولوس لجزيرة الشخلوبة. غمضوا عينيكوا وسيبوا كل حاسة تستمتع بصوت الطبيعة، موجة المية الهادية، صوت العصافير، وتنفس هوا بجد. على ضفاف الجزيرة هناكل أكلة سمك معتبرة، وهنحبس بكوباية شاي بالنعناع، وساعة المغربية على صوت أم كلثوم هنستمتع بالشمس وهي مروحة بيتها ونازلة في المية. وإحنا كمان مضطرين نروح للأسف، خلصت الرحلة ورجعنا بأتوبيس 6 للمحطة من تاني. استنوني أنا ياسمين عماد ورحلة جديدة واكتشاف جديد في الأتوبيس السحري. دمتم بألف خير. ذاكر يا أنت ذاكر يا